السلام عليك يا عين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima sallallahu alaihi wa yansuruka Allahu nasran 'aziza laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ya azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil qawiyyu sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti bil wujudi karamuhu wa ihsanu sallallahu alaihi wa azumashanu halakal halkal hikmah wa tawa alaiha ilmah wa basata lahu min faidil minnati ma jarad bihi fi aqdarihil kisma sallallahu alaihi asraf halki wa jalla abidir rahmah ta'allaqat iradatul azaliyah bi khalqi hazal abdil mahbub fangtasarat atharu syarafi fi awali min syahadati wal sallallahu
أكرم به المنان وما أعظم فضل الذي برز من عزة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه تجلى الحق في ألم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشاره فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من ألام الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجودهم ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنوره غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه وترقى في الحسن أعلى مقامي وتناهى في مجده وتعالى لهزت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يذيب الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علمي ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تأكل معانيه الجنان انتشر منها في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود هلك النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فجأته هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكرام صلى الله عليه
صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وأصحابه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا زلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بمولد الهادي قد ضاءت الأكوان. بمولد الهادي قد ضاءت الأكوان. يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن. يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن. بمولد الهادي قد ضاءت الأكوان. بمولد الهادي قد ضاءت الأكوان. يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن. يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن. يا سيد السادات يا صاحب الخيرات. سيد السادات يا صاحب الخيرات. قد جئت بالآيات يا نسخة بمولد الهادي قد ضاءت الأكوان. بمولد الهادي قد ضاءت الأكوان. يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن. يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن. يا منبعث الرحمن يا كاشف الغمام. يا منبعث الرحمن يا كاشف الغمام. لقد سبق النعمان يا كاشف الغمام. لقد سبق النعمان يا منة الديان. يا منة الديان. بمولد الهادي قد ضاءت الأكوان. بمولد الهادي قد ضاءت الأكوان. يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن. يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن. النبي يا نبي والآل ديني ومذهبي حقا
النبي حقا ويقين حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقين وأمتي في كل حين دوما فإني لا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين صلى الله عليه أو لوصف الكمال المطلق وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في أسراب الكلمات والبطون وما من صلب الضامة إلا وتمت عليه من الله نعمة فهو قمر التام الذي يتنقل في البروج يتصرف به موطن استقراره وموضع الخروج وقد قالت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وكان مستقره في أسراب الفاخرة ورام شرفة الطاهرة حتى برز في علم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا هير أفكار ظهوره وبهر فتعلق سمة الركيم لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بأشر مشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من هواس المؤمنين وترويا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون غير الأنام ولكن هذان ما حفظت من شر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به من الفضل الذي أما العالمين وباقي أسرته كون المنشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي تعلق بحضرة الكريمة وليج تشوقي إلى سماء أوصافه العظيمة ولعل الله ينفع به متكلما والسامع فيدخلني بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروهني برأي ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد المرحوم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت مرتجى يوم زهبي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت مرتجى يوم زهبي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله موتنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا
الشفاعة يا رسول الله بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت مرتجى يوم زهبي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله اصطاب البرايا بالشرع المبين تنشر الهدايا بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي أنت مرتجى يوم زهمي اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله مصطفى أبشر بنايل المنى قد راق كاس الصفا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كاس الصفا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كاس الصفا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كاس الصفا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من فضله أكملا قد راق كاس الصفا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من فضله أكملا قد راق كاس الصفا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كاس الصفا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كاس الصفا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi صلى الله عليه
وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وسمائله التي هي أحسن السمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الحديث المشهور أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من ساءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من صرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم السعادة حتى أوصل شيوخ العلم القديم إلا من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب بالقدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة كريمة آمنة فتلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أعشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم السعادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتثر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرات المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور إسراك هذا الصراط والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدمغة بعطر الفرح بملاقاة أشراف البرية وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
من لم يشم المحبة فليس له قد طب. صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربه يا من سمي قبل يولد حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل الله يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل الله فيه ريضا قد حضرنا مجمع القوم الكرام قوم الكرام وبلغنا ما طلبنا من مطالب والمرام والمرام يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل الله نال كل ما تمنى عندها تبكى الخيام تبكى الخيام وهزار الأنس غنى وسجى كمر الحمام كمر الحمام يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل الله نال كل ما تمنى من صفا ذاك المدام ذاك المدام ودعينا فأجبنا من صفا ذاك المدام ذاك المدام يا حبيبنا علي شايل الله شايل الله يا إمام ابن الإمام شايل الله شايل الله
حين قربا ونوات هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود الإلهي على الوجود تسجيد وألسنة ملائكة بالتبشير للعالمين تهين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر القدرة كشفت سكن هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وته أمة تأنيسا لجنابها المقصود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وانفلق سبح الكمال من النور النمود وبرز الحامد المحمود مدينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله إلهي كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدعا لله إلهي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا رسول سلام عليك والله يا حبيب سلام عليك صلوات الله أشرق
يا الله صلى الله على محمد يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di tengah-tengah kita ada dua orang anak bayi yang insyaallah sama-sama kita resmikan namanya sesuai dengan anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumil qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Walhamdulillah. Anak yang pertama yaitu As-Sayyid Ahmad Haidar bin Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Mudahi. Yang kedua Asy-Syarifah Nuwairah Parajibah binti Ahmad Rehan bin Hamid bin Muhammad bin Yahya. Semoga asali sadami lah. Semoga kedua anak tersebut menjadi anak yang salehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna, bermanfaat bagi Islam, nusa dan bangsanya. Allah hadiniya wa kunniya salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. بحبل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. Kemudian sekali lagi kita membacakan surah Al-Fatihah tasmiyah kepada anak As-Sayyid Muhammad Nagib bin Ahmad Sadiq Al-Habsyi. Kemudian Syarifah Fatimah Hanan binti Ahmad Sadiq Al-Habsyi. Kedua mereka berada di Surabaya dan anak semua menjadi anak yang kembar. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima yaitu As-Sayyid Ahmad Rizki Habibi bin Muhammad Azhar. Ahmad Rizki Habibi bin Muhammad Azhar. Semoga semua anak tersebut menjadi anak yang soleh dan salehah, bakti kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga berguna taat kepada berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna dan bermanfaat bagi Islam dan agamanya. Allah hadina wa kana sallallahu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah habaib hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sekarang di depan kita ini ada 3 orang yang akan dinikahkan pada kesempatan pagi menjelang siang. Yang pertama yaitu siapa? Awal Fauzan bin Faisal bin Ahmad bin Syihab dengan Syarifah Humairah bintil marhum Hud bin Alawi As-Segab yang walinya di saudara dari almarhum yaitu Segab bin Alawi As-Segab. Yang kedua Najib bin Zain bin Abdul Muttalib Bahsin dengan Syarifah Aisyah Akilah binti Muhsin Albar. Yang ketiga Sayyid Hamzah bin Barakbah ma'a Syarifah Fatimah binti Hamid Fatimah Nadhirah binti Hamid bin Abdul Muttalib Bahsin. Dalam hal ini wali nasab yaitu Hamid bin Abdul Muttalib Bahsin. Sebelum itu kita untuk mengucapkan Al-Fatihah dan khutbah nikah antum الفاتحة على هذه الدنيا وكنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم. نوينا أن نأتي بخطبة النكاح مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس الشريف وعند هذا العقد المبارك، ونحدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المرهوب من عذابه وسدوته، المطاع سلطانه والنافذ أمره في سمائه وعرضه. خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أن الله تعالى تبارك اسمه وتعالت عظمته وقدرته، جعل المصاحرة سببا لاحقا وعمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم به الأنام. وقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا ونسبا وسحرا وكان ربك كديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء أجل ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما بعد، فإن الأمور كلها بيد الله، يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. ثم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره. أما بعد، فإن الله حل النكاح وندب إليه بقوله: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وحرم السفاح وعواد عليه بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال تعالى آمرا بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا تناكحوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله لكني أصلي وأصوم وأفطر وأرقد وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. قولوا جميعا: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أستغفر الله من ترك الصلاة ومن التقصير في الصلاة. أستغفر الله من ترك الزكاة ومن التقصير في الزكاة. أستغفر الله من ظلم الخلق. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. قولوا جميعا: تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرعنا من كل دين يخالف دين الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. أوصيكم عباد الله. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله. وإياي بتقوى الله. فقد فاز المتقون. فقد فاز المتقون. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله وأتوب إليه.
من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها قولا وفعلا زوجتك على ما أمر الله به من إمساك بمحروف أو تصل بإحسان يا سيد حمزة بن علي بركبة زوجتك وأنكحتك محبوبتك ابنتي شريفة فاطمة بنتي نذيرة بنتي من بحسن بمحل 500 ألف روبيا غدا قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر مذكور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اتقوا الله حق تقاته Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fusiku ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fusikum ibadallah nafsiyah bitaqallah fazal muttaqun fazal muttaqun waqad fazal muttaqun uzawijuka ala ma amara bihi min imsakin bitasrihim aw tasrihim bi ihsan ya Sayyid Muhammad Nagib bin Zain Bahsin zawwajtuka wa ankahtuka mahtubataka ibnati Syarifah Aisyah Akila bi mahri binti Muhsin Albar bi mahri khotam min zahab naqdan qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahdil madhkur uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin wa tasrihin aw tasrihim bi ihsan ya Sayyid Muhammad Nagib bin Zain Bahsin zawwajtuka wa ankahtuka mahtubataka ibnati Syarifah Aisyah Akila binti Muhsin Albar bil mahri khotam min zahab naqdan qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahdil madhkur tes Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin. Ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أستغفر الله وأتوب إليه
من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها قولا وفعلا أزوجك أو معروف تسريح يا سيد فوزان بن فيصل بن أحمد سهاب زوجتك وأنكحتك مخطوبتك ابنتي يا سيد فوزان يا سيد فوزان بن أحمد بن شهاب زوجتك مخطوبة شريفة وميرة بنت المرحوم أخي خود بن علوي الأزينة تزويدي منك بالمهر ومسا على 500 عمرة إندونيسيا نقدا 500,000 rupiah نقدا قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. بارك الله لكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكم وجمع بينكم في خير وجعل في قدومكم قدوم الخيرات والبركات والمسرات وأخرج منكم الكثير الطيب ويذهب لكما اللطف والصحة والعافية ويرزق لكم الأرزاق الحسية والمعنوية وينزل منكم الذرية الصالحة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dimohonkan kepada habaib pindah tempat ke panggung. Yang sebe-sebe, yang muda mohon di bawah. Saya lagi mintakan mohonkan kepada habaib yang tua-tua jatuh naik ke panggung. Yang muda nunggu di bawah. Baca wala qadim. Dulu saya boleh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تديك عن كتابته البطون والأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللبد المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر الطرق والمنازل
وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزتي تحط الرعال فتجاء منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران
والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا وأهل قطرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك نصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا الله تحيات بها السلام. الحمد لله رب العالمين. قبول. الفاتحة وختم القرآن من سورة الإخلاص والموعظتين، تحليل والتسبيح وصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نهدي ثوابا ونقدمها لحضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأسرته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين، ما إلى أرواح آبائي الإخوان من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين جميع بل الصالحين، ثم إلى رسول المهاجر محمد بن عيسى وابن أبي جيل والأستاذ الأعظم سيدنا المقدم محمد بن علي بعد مسلم وفهم والمقدم الثاني عبد الرحمن الشقاب، ثم إلى أرواح جميع آل أبي آل المكان من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى أرواح متقدم من هذه المنطقة وهذه الجزيرة وهذه البلاد خصوصا من هذه المؤسسة، منهم الحبيب حامد بن علي بن علوي بن عبد الله الحداد أخو بن محمد، ثم إلى الحبيب علي بن الشقاب، ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب، ثم إلى الحبيب أحمد بن سالم بن عبد الرحمن الشقاب، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الحبشي، ثم إلى الحبيب عبد الرحمن محمد منور، ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم الكاب، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حامد الكاب، ثم إلى الحبيب حسن بن بحسين، ثم إلى الحبيب علي بن أحمد بحسين، ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن عبد الله العبشي، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن شيه بن شهاب، ثم إلى الحبيب عبد الله بن إدريس بن شهاب، ثم إلى روح الحبيب عقيل بن محمد بن يحيى، ثم إلى روح الحبيب بن شريف علي بن شهاب بكر بن سالم، ثم إلى روح بن شريف علي بن حسين بن شهاب، ثم إلى الحبيب محمد أستاذنا محمد بن حسين بن شهاب، ثم إلى أرواح متقدم من هذه المؤسسة جل البركة حبيب حسين محمد الحبشي والحبيب حامد، ثم إلى الحبيب عبد الرحمن محمد شقاوة وفاطمة بنت عبد الحبشي، ثم إلى الحبيب عقيل بن عبد الحبشي ومسطورة بنت العلقاب، ثم إلى روح جدنا على البركة حبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، وإلى أرواح والديه وكافة مشايخه وأساتذته وأصحابه وأولادهم الجميع الحبيب محمد شوقي بن عبد الرحمن الحبشي،
والحبيب عمر بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي وزوجاتهم وسلم وكافة بنات الحبيب جد البركة حبيب شريفة هبابة هن بنت عبد الرحمن الحبشي وأخواتها الجميع وبابا نور وبابا زهرة وبابا خديجة وبابا زينب وبابا التي صالحة وبابا مريم وأزواجهن وسلم وفروهم ثم إلى سيدنا ملاذنا مرب الحمد لله الله حبيب أحمد بن عبد الحبشي وخمر الجميع سيدنا علي وحبيب علي وأبو بكر راشد شهيد وخمسة أبو ياسر محمد بن الملكي وإلى أرواح كافة من يقومون بهذا المهد من مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وأحبابنا منهم الحبيب محمد بن هجم شهاب الحبيب أحمد بن أحمد الحبيب أحمد بعلي بهرون ثم إلى روح الحبيب أستاذ عبد المجيد وأستاذ عبد الكريم ثم الأستاذ أبو الجياد ثم الأستاذ علي ثم إلى الأستاذ علي إدروس ثم إلى الأستاذ علوي بن حسين السكاف ثم إلى الأستاذ عبد الدين بن محسن بن شيخ بكر بن سالم ثم إلى روح الأستاذ عمر علي طيب ثم إلى روح أخينا زينوري وأخينا زودي وأخينا علي عمران وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ثم إلى روح لمن اجتمعنا هنا بسبب المرحوم برحمة القيوم الحبيب الصالح الداعي إلى الله الحبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل الحبشي أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنة برحمته والدينا ووالديه خاصة وأموات المسلمين عامة الفاتحة أثابكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها النهاية وعليها نموت وعليها وبها نبث إن شاء الله من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فاتحة الكرسي وثلاثة من قول الله واحد والمعوذين رحمة اجتمعنا هنا بسببهم المذكورين أسماءهم ولم نذكر منهم أنت أعلم بهم بالخصوص الذكر المرحوم برحمة القيوم الحبيب الله بركة عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدها. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت نفسك فلك الحمد وانت ترضى. لك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث العظام من عليها وانت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل ما وصلوا تقبل ثم قرأناهم من القرآن العظيم وما هللناهم من لا إله إلا الله وما سبحنا سبحان الله بحمده وما قلنا من قول يا الله يا الله ما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة.
نقدمها ونوديها ثوابها إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وترته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين جميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسول المحاجر الرحمن بن عيسى وابنه عبد الله المفروه ثم إلى رسول الأعظم سيد البقيع المقدم الحبيب محمد بن علي بعد وسلم وفرهم والمقدم الثاني عبد الرحمن الشقاف ثم إلى أرواح جميع آل أبي علوي أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدمين الهدي الحارة وذي الجزيرة وذي البلاد من آل أبي علوي من العلماء والأولياء والصالحين ذكرناهم سابقا أن تعلموا بهم ثم إلى روح لمن اجتمعنا ها هنا بسبب المرحوم برحمة القيوم السيد الحبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل الحبشي أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنة برحمته والدينا ووالديه خاصة وأمواتنا أموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعله فكاكا له من النار وإذكا له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم بدار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا سهل القدرات ويا ذنب يا سلام سلام أيام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهدي من سويداء ضميرنا جناح التوقير والتبجيل نحو معالي فضيلة الأستاذ شوقي الكاف والمكرم فضيلة الأستاذ محسن عبد الله الحبشي والمكرم أبويا الحبيب حامد الحبشي والمكرم الأستاذ محمد بن عبد الله الحبشي والمكرم الحبيب علي بن حميد والحبيب عبد الله بن عبد المطلب السقاب والمكرم الحبيب عمر عبد العزيز بن شهاب والحبيب عبد الرحمن الحبشي والمكرم الحبيب علوي Isa Asgab والhabib Syukri bin Ali bin Syahab dan juga kepada para habaib, para sesepuh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puja beserta puji syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Adapun susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan HUT Pondok Pesantren Arya 13 Ulu Palembang yang ke-54 serta Hall Al-Habib Al-Barakah Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi yang ke-42 yang bertepatan hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 sebagai berikut. Adapun acara yang pertama ialah pembukaan, acara yang kedua pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yakni kitab Maulid Simtud Durar. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga ialah akad nikah dan tasmiyah. Lalu acara yang keempat pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan ke acara yang kelima yakni tahlil dan doa serta doa birrul walidain. Dilanjutkan ke acara yang keenam yakni pembacaan manaqib sahibul haul, yakni Al-Habib Al-Barakah Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Adapun acara yang ke-8 ialah sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan mau'izatul hasanah, lalu ditutup dengan doa. Dan alhamdulillah rangkaian acara yang pertama, yang kedua dan ketiga telah kita lalui bersama, yakni pembukaan dengan membacakan Maulid Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang dibacakan oleh santri Pondok Pesantren Aryad serta diiringi grup Hadrah Syabab Riyad. Lalu kita juga telah menyaksikan akad nikah dan tasmiyah dari wujud sahibul haul, yakni As-Sayyid Muhammad Nagib bin Zain Bahsin, juga Sayyid Fauzan bin Faisal bin Syahab serta Sayyid Hamzah bin Ali Barakbah. Ma'asyiral hadirin wal habaib yarhamni wa yarhamkumullah. Kini tibalah kita di acara yang keempat, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang kali ini akan disampaikan oleh saudara Derli Abdillah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين amin amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Memasuki acara yang kelima, yakni pembacaan tahlil doa yang Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Memasuki acara selanjutnya ialah pembacaan managib sahibul haul yang akan Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, selanjutnya ialah pembacaan doa birrul walidain yang akan dipimpin oleh Al-Habib Al-Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi. Kepada beliau dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wa hathana ala uthnabi birrihima wa sina'il ma'rufi ladayhima وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما عظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليها كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأعمانك وعدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم. ارحم رحمة تنير لهم بها المضجع في مضجع في قبورهم وتعملهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا وارحم انقطاعهم إليهم كما كانوا في انقطاعهم إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا في حال صغارنا متعاطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنان التي ملعت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا لنا راعين. أفضل ما جازيت سعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أعضاءهم ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك فيما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرونا فيه من حق خدمتنا. واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجرنا بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فينا فيما اشتره لنا وسعوا علينا والطف بهم في موضع البلاء لطفا يزيد على ضعفهم على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم حنيته له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من الكربات فنسألك اللهم أن تجعله منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتتحملناه من التبعات كما فلا تلحقهم إلا بذلك ولا تجعل عليه من ذنوبنا
ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة وسرهم بنا بعد ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم به من أوزار ما ينوعهم ولا تخزهم بنا في أسكر الأموال بما نحضد من المخزيات ونعتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاة اللهم ولا توقفهم منا على موقف الافتضاء بما نشتريه من سوء الاجتراء اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صليناه من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها ونسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من هطودنا وقسمهم بها منها أجل من أقسامنا وزحمهم من ثوابها أوفر من ثوابنا من سحامنا إنك أوصيتنا ببرهم ونفسنا إلى شكرهم فأنت أولى من البر فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المعمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم تقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم تنال واجعلهم بنا من أغبد الآباء بالأولاد حتى تجمع وإياه المسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masyaallah hadirin wal habaib yarhamni wa yarhamkumullah. Memasuki acara selanjutnya yakni pembacaan manaqib sahibul haul yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Sayyid Muhammad Rifki bin Abdullah Bahsin. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله الموافق لعبيد والمعين لهم على طاعتي والإبادة وفعل الحميد والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وعظيمنا وقرة أعيننا وسلاتنا العظمى إلى ربنا حبيبنا محمد شهيد سعيد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن اتبع أثرهم من يومنا هذا إلى يوم الوعيد. أما بعد، مناقب صاحب الحول البركة الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي نسبه رضي الله تعالى عنه هو حبيب الصابر الشاكر السيد الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل بن محمد بن عقيل بن محمد بن عقيل بن محمد بن عقيل بن حاشم بن أحمد بن محمد بن علوي بن أبي بكر بن علي بن أحمد بن محمد أساد الله بن حسن الضرابي بن علي بن محمد الفقيه المقدم بن علي بن محمد صاحب المربد بن علي خلاء قسم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر بن عيسى بن محمد بن علي أريدي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن حسين بن علي وابن الفاطمة الزهرة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولادته ونساءته رضي الله تعالى عنه. ولدته أمه الخبابة الصابرة الزينب بنت الحبيب العابد الصالح الصاعم الدهر محمد بن علي بن حسن بن حامد بن علي بن عبد الله بن علوي الحداد بحارة 13 أولو عام 1300 وحجرة هجرية. توفي والده وهو صغير ونسع يتيما في هجر والدته مع كلمته فاطمة وأخي أجل. وتعلم القرآن الكريم وهو في عمر 5 سنوات. ومن بين معلمه السيد محمد بن حاسم بن طاهر
وعبد المنام القاري. خروجه إلى حضرموت ومد جلوسه وما حصل له هناك. خرج رضي الله تعالى عنه إلى حضرموت في سنه عاصرة بطلب من حبيبه الحبيب علي بن عبد الرحمن المنور مع إخوانه عقيل بن علي المنور وعمر بن عبد الله السقاف وعبد الرحمن بن علوي بن شيخ السقاف وأحمد بن حسن الحبشي ومحمد بن أحمد بن شهاب وأحمد بن حامد الحامد بشعفي الحبيب إدروس بن حسن الحبشي ونسأ بها تحت خضانة والنظرة سيد الحبيب القطب الرباني العارف بالله والدال عليه الإمام ابن الإمام علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد، وهو يحبه ومحبوب عنده، وحمل من صفاته إذا أراد الحبيب غسل وأمر بغسل بعده في بركاته خاصة الفائحة بالدهون والعود، وحصل منه الفتوح والمنوح والرسوخ والصلاح الجسد والروح والبركة. واجتمع بأولاد سيد الحبيب وهم عبد الله محمد وعلوي والحبيب شيخ بن محمد الحبشي وأبي العمرين والحبيب محمد بن أبي عمر بن محمد مولى خليل والحبيب عمر بن حامد السقاف. واجتمع بالحبيب العالم العلامة السيد أحمد بن حسن العطاس، وحصل منه النظر والبركة. رجوع من حضرموت بعد 4 سنوات تقريبا أمره جده الحبيب محمد بن عبد الرحمن بن محمد المنور برجوع إلى فلمبان لخدماته، وظل يخدمه بخدمة تامة على أقل من 50 عاما، وسافر إلى بتاوي جاكرتا اليوم العاصمة بأمره. واجتمع حينئذ بالبتاوي والبوغور بالحبائب الداعي إلى الله ورسوله الحبيب عبد الله بن محسن بن محمد العطاس والحبيب علي بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي كويتان والحبيب علوي بن محمد الحداد. وجلوسهم وحضر مجالسهم السنية لأقل من 5 سنوات. حياته يومية في مدينة فلمبان بعد رجوعه من جزيرة الجاوة، وأخيرا عاد إلى وطن فلمبان بعد بيعه منطقة غان كرنولوم بأمر جده على خمينته بلدية بتاوي جاكرتا بثمن طيب مسير موافق. وبعد رجوعه من بتاوي إلى فلمبان خدم جده الحبيب محمد المنور خدمة تامة في معاملة الحطب والروز والتدخين المطاط كأمين الصندوق والوكيل المطلق. ومن وظيفته أحب إليه القيام بأمور المدرسة العربية، لأن شديد الاهتمام بتعليم اللغة العربية وآلاتها والدين الإسلام. إذا ابتدأ هو بنفسه بتقرب إلى أولاده وأحفاده وبناته وأحفاده وأسباته وأقربه العلوم الدين واللغة العربية، حيث أرسل أحفاده وأسباته إلى جاوة الوسطى والشرقية الاحتهاج بالمعهد الإسلامية بكالونغان ودار الناصرين بلاوان ودار الحديث الفقهية بمالا. سفره إلى حرمين بعد تأسيس معهد الميمون، واجتمعوا رضي الله تعالى عنه مع علماء الحجاز. وبسنة 1973 أسس معهد الرياض بفلمبان، وبعدما أسسه توجه إلى حرمين الشريفين تشكرا ببلوغ مرامه وأقام بهما 2 لقصد التعليم والمجاورة والإبادة والزيارة والاجتماع بالحبائب الزيان والعلماء وحضورهم مجالسهم السنية، من بينهم السيد الحبيب العلامة الفخامة حسن بن محمد فتاك والحبيب عبد القادر بن سالم البار رئيس النجوم لإحدى العصر، والحبائب علي والفضل أبناء الحبيب إدروس البار بالجبل الكعبة، والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد والخليفة السلام الحبيب أبو بكر عطاس الحبشي والحبيب سالم البار أبناء الحبيب عبد الله الحبشي والحبيب حسن بن عبد الله الشاتري والحبيب سالم بن علوي الخريد والسيد الحبيب محمد بن علوي المالكي والشيخ حسن بن محمد المصور والشيخ أحمد بضارعة. وقد حج رضي الله تعالى عنه مرتين في حياته
مع ولده وزوجاته. أخلاقه رضي الله تعالى عنه، كان رضي الله تعالى عنه صابرا حليما حكيما شديد الحياء والتواضع، مقتصدا في جميع الأمور وحالاته، محبا للفقراء والمساكين واليتامى وأرملة وضعفاء، ويوصيهم بأفعال وأقوال، ومحب الخيرات والصالحين وسعي فيهم. انتقل إلى رحمة الله، توفي رضي الله تعالى عنه عشية الثلوث 29 ربيع الأول 1404 هجرية في بيته المبارك، ودفن عشية الربوع بجوار والدته الحبابة زينب بنت الحبيب محمد بن علي الحداد، وزوجاته الحبابة فاطمة بنت الحبيب عمر المادهد، والشريفة الزهراء بنت عثمان بنت الحبيب عثمان بن يحيى رحم الله رحمة الأبرار، وأسكنه الجنة دار القرار بجوار جده المختار وعلى آله الأدخار وعلى أصحابه الأخيار، وأحلفوا علينا وعلى المسلمين وعلى محد الرياض بخلاف صالحين آمين. لقد عاش رضي الله تعالى عنه 94 عاما يضيع الطريق بروح الطيبة ونفسه الوراعة ولسان الساكرة ذاكرة بذكر الله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مد الليالي والأيام. بشرته رضي الله تعالى عنه من شيخه الحبيب الإمام علي بن محمد الحبشي رضي الله تعالى عنه في بناء المخن، وقد بشره المولى الكريم في أواخر الأيام الشريفة بعد إقامة في الحرمين بقيام معهد الرياض، ولعله بإشارة من شيخه السيد الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب المولد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو رضي الله تعالى عنه مؤسسه وناظره إلى آخر حياته. وأما تسميته بمعهد المبارك بالرياض فذلك لما ورد عن جده العظام سيدنا محمد صلى الله على آله وصحبه وسلم أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس العلم، وفي رواية مجالس الذكر. ولا يخفى هذا أن ذلك أيضا إحياء الذكر مسجد شيخه العارف بالله ودال عليه الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي صاحب المولد، وقد أراه الله عز وجل هذا الخير ثمراته المثيرة المفرحة ونتائج جهده وجهوده المخلص الذي سقاها بعرق جبينه الفياد، إذ أن جهده فردية شخصية لا جماعية ولا حكمية، لينام إلى جوار ربه الكريم الرحمن الرحيم الجواد هنيئا غانئا مبتشرا مطمئنا قرير العين. وقد قال العلماء والأمراء الذين زاروا معهدنا معهد الرياض وشاهدوا جهودنا وجهادنا أن المرحوم يتمثل كمال المقتضى حديث الشريف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالبناء المعهد هو صدقة جارية، وعلوم الدين التي يتلقى الطلبة المبركون من معهدنا هو علم الذي ينتفع به، وطلبة الذي قد انضموا إليه هم أولاد الآخرة الذين يدعوننا ولسيد المرحوم المؤسس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأجلنا تبعواه آمين يا رب العالمين. ربي فانفعنا ببركاتهم واحدنا الحسنى بحرمتهم وأمنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن والعفو منكم. هذا ما لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Masyaallah hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Memasuki acara selanjutnya ialah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Mudir Pesantren Arya 13 Ulu Palembang, yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Fadilatul Ustaz Ahmad Nabil Al-Habsyi. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul fuyudatu wal barakatu war rahmat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal umuniyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ma'asyiral habaib wal asatidh wal aba wasyiban wal a'mam wal hadirin wal hadirat yarhamni wa yarhamkumullah. Berdirinya Al-Fagir di hadapan antum-antum sekalian mewakili daripada keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Riyad 13 Ulu Palembang, mewakili daripada Sulalah Al-Habib Al-Barakah Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, kami mengucapkan jazakumullahu khairan jaza. Terima kasih sebesar-besarnya kepada antum-antum sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam acara kami pada hari yang penuh barakah ini, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan haul muassis Ma'had Riyad Sayyidil Jad Al-Habib Al-Barakah Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi yang ke-42. Kemudian peringatan ulang tahun milad Pondok Pesantren Ar-Riyad yang ke-54. Kemudian ada walimatul urs dan khitan daripada cicit-cicit Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Wa nakhussu bidzikr al-mukarram wal muhtaram Sayyidil Walid Abuya Hamid bin Umar Al-Habsyi wa Abuya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi والحبيب الأستاذ محمد بن عبد الله الحبشي والحبيب عبد الله بن عبد المطلب بحسين وأبويا الحبيب عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب والحبيب علي بن عبد الله البن حامد والحبيب شوقي بن عبد الله الكاف والحبيب عبد الله بن عبد المطلب السقاف والحبيب عيدروس رفيق بن محمد بن شهاب والحبيب علوي عيسى السقاف wal Habib Syukri bin Ali bin Syahab, dan juga kepada semua habaib, syiban, asatidh dan para tetamu yang telah datang ke tempat ini, yang mana nama antum-antum sekalian tak dapat kami sebut satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada antum-antum sekalian. Ahlan bihadzal ma'hadil maimuni bikum tuqarru jawaihi wa uyuni. Ahlan halaltum kulla qalbin mukhlisin yahwil wafa'a wa yaqtadi bil huni. Antum nujumun fis sama'i tasamaqat wasafat kamithli al-lu'lu'il maknuni. Hadha